اليوم جبت لك الشامية ولا قلب اللوز تاع المحلات يدوب ذوبان. تبعونا نديروا الوصفه كيف كيف. اولا نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وهي نشوفوا الطريقه كيفاش. الحاجه الاولى، شوفوا انا وريت لكم الكاس اللي غادي نعبر به، كاس صغير تاع لاتاي. والسميد اللي غادي نستعمله بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في فرنسا، انا استعملت هذا لو غونار، الكاليتي هذيك الكروس، يعني هذاك الخشين كاع. شوفوا انا هنايا غادي ندير 4 كيلات تاع سميد. تبعي معايا مليح، 4 كيلات بصح. راني نوري لكم انا راني دايره كاس صغير، والبلا اللي غادي ندير فيه تاني غادي نوريه لكم غير صغير. نديروا هذيك الرشه عفوا تاع الملح بطبيعه الحال، نخلطوا. وهنا شوفوا البلا اللي غادي ندير فيه يعني فريمون صغير بصح. ما شفتش العبر تاعه شحال صراحه. مي هذوك البلاوات كاع الصغار. عليها درت الكاس تاع لاتاي. شوفوا هنا غادي نوري لكم كيفاش تعرفي السميد تاعك. ديري هكا، دخلي صبعك، ما تخليش يلحق حتى للخط تاع صبعك. هكا غادي يجيك خشين غير شويه، تشوفي كيما نقولوا نصف الاصبع تاعك كيما وريت لكم. هنا تعرفي بلي السميد تاعك غادي يجيك سوا هذيك هي مع السكر مع السيرو يزيد ينتفخ يجيك نيشان. في هذه الكميه تاع 4 كيلو تاع السميد انا درت كيلو ونص تاع السكر. انا صراحه ما نبغيش الحلو بزاف وما نبغيش الحلاوه بزاف. راني نوري لكم كيلو ونص، ديروا كيلو ونص، ما ديروش 2 كيلات، وغادي يجيكم روعه في المذاق. شنديرو؟ نجو نقعدوا هكا نحكوا بيدينا هذاك السكر حتى نحسوا كلي كل حبه تاع سميد راهي تخلطت مع حبه تاع سكر، كما كتشوفوا غير بهذه الطريقه. ومن بعد هنا بعد ما كملنا هنا غادي نجيب الماء عادي، ما فيه لا مزهر لا والو، هذا الماء عادي راني جايبته من السباله يعني من الحنفيه. شوفوا شندير، نبقى نرش في هذاك السميد ونحك هكا بيديا. شوفوا هنا غادي ندير يدي الزوجه ونوري لكم. شوفوا نبقى نرش هكا كما كتشوفوا كلي رانا نشمخو في الطعام ولا نرشو في الطعام. ومن بعد شنديرو هنايا نبقوا نحكوا فيه بيان حتى نحسوا هذاك السميد تاعنا كلي تعسل، كلي شرب هذاك السكر والماء وكاع وتعسل. شوفوا هنا شنديرو، نبقوا هكا نحكوا فيه بالراحه تاع اليد تاعنا كما راني نوري لكم. راني مخليت لكم الفيديو بالتفصيل، ما قطعت لكم حتى مرحله. ومن بعد شوفي النتيجه اللي نتحصلوا عليها، يجي هكا مزربع كما كتشوفوا، مي او ميم طون شارب كيما نشمخو الطعام يعني نفس الطريقه. ومن بعد شي غادي نديرو هنا، غادي نخلوه يبات، تغطيه وتخليه يبات. يعني درنا له غير شويه تاع الماء، ما كترنالهش، غير لو طون كيما وريت لكم تشمخو هكا وشغل يشرب هذاك السكر وكاع. وهنايا نجو نديرو السيرو تاعنا. شوفوا واش غادي نديرو، انا درت 2 كيلات تاع السكر مع 4 كيلات تاع الماء، ما غادي نزيد له حتى اضافه. غادي نجي هنا نخليه يغلي. شوفوا غير يبدا يغلي نحسبوا له 5 مينوت ونطفوا. وهنا غدوه من داك بعد ما بات لنا هذاك السيرو، شوفوا جيت هنا درت له نص كاس تاع المازهر. يعني المازهر نديروه حتى يبات هذاك السيرو وحتى يبرد تماما، يعني ما ديروش المازهر تمتم باسكو غادي يتبخر لنا مع هذيك الحراره تاع السيرو. هذيك ملاحظه. شوفوا هنايا الغدوه من داك الصباح، شوفوا هذاك السميد كي شرب لنا، شوفوا كيفاش ولا، يعني ولا كيما كي نشمخو الطعام وينشف نفس النتيجه، يجي هكا يابس ومن بعد نبقوا نحلو فيه. وانا شوفوا واش درت له نص كيله تاع السمن دايب، نص كيلة تاع السمن دايب. دوبت السمن، ونصيحة ما ديروش الدهان باسكو الدهان يطلق الماء والسميد تاعكم من بعد ما يخرج لكمش شباب. ديروا السمن ولا ديروا الزيت، ولا ما ديروش كاع، كاين اصحاب المحلات اللي ما يديروش كاع. شوفوا من بعد هكا نبسوه واحد شويه كيما وريت لكم. ومن بعد هنا شندير، نجيب كاس تاع الماء تاني، رانا نديرو غير في الماء السميد يعني العجينه، ما نديروش فيها كاع المزهر. المزهر يجي غير في السيرو. ونبقى هكا نشمخ بشويه ودوك نوري لكم. ومن بعد هنا شندير نعجن، ما تخافيش واه عجنيه. هذه هي الطريقه تاع المحلات، يعجنوه عادي، وما تقوليش لا ويلي يقعد هكا على حبه ومزربع، لا تعجنيه ويخرج لك ما شاء الله. ممكن تبقوا تشمخوا فيه عجنوه باش هكا يولي لكم طري. شوفوا هنا نوري لكم النتيجه اللي نتحصلوا عليها، يجينا هكا كي عجينه. شوفوا كي نلموها هي عجينه، ها او ميم طون تجي كلي طريه.
راكو تشوفوا يعني راني نصور لكم بالتفصيل. شوفوا الكاس انا اللي درته شحال بقى لي فيه ماء، يعني على حساب النوعيه تاع السميده تاعكم. ما ديروش كاع الماء، ديروا بشويه وعجنوا كيما وريت لكم حتى تحصلوا على ديك العجينه الطريه. وبالنسبه للسمن اللي استعملتها راني وريت لكم، انا استعملت المرجان. نجي هنايا ندهنوا البلاط تاعنا بشويه تاع السمن. وشوفوا هنا مره اخرى راني نوري لكم تاني العجينه كيفاش تكون. شوفوا اون ديغي عجينه، يعني يجي تقريبا كيما عجينه. وما تخافيش. وهنايا اللي تبغي تحشيه دير تقلع شويه من العجين، تخلط معاها شويه تاع مكسرات وتدير لها شويه تاع الكاكاو، ومن بعد تديرها في النص. وهنايا شوفوا راني نخبز فيه عادي، ما تقولوش لا وما يلقش نضغطوا عليه ومن بعد ينتفخ ويتفلق ويتشقق وكاع ما يصرى له حتى حاجه. شوفوا راني نضغط عليه بيدي، راني نخبز فيه عادي جدا، يعني راني نوري لكم بالتفصيل كيما كنت تشوفوا. ومن بعد هنا نجو نقطعوا هذاك السني تاعنا، يعني قلب اللوز في السني نقطعوه هكا على شكل مربعات. كيما انا هناكو عارفين راني دايره سني صغير تسمى، يعني المربعات اللي غادي تجيني صغيره. ونجي هنا نزوقها هكا بالحبيبه تاع اللوز. وإلا ما عندكش عادي ما تزوقيهش، خليه كيما راه، غير شايله قطعيه قبل ما تدخليه للفرن. ومن بعد هنايا نجي ندوب شويه تاع السمن وندهنه بها، يعني السمن يعطيه نكهه شابه. بصح اصحاب المحلات برا ما يديرولهش السمن وما يديروش الزيت، وكاين يعني فئه قليله اللي يديروا. ونجي هنايا ندخلها الفرن مسخن على 180 درجه، كي يتحمر من الحواف نشعل عليه من الفوق ونخرجوه. شوفوا هنا كيفاش خرج مباشره. نديروا له هذاك السيرو تاعنا اللي بات البارد ونفرغوه عليه. وشوفوا هنايا كي يبدا يشرب مباشره، يبدا يشرب. شوفوا هنا راني فرغت غير شويه، يعني الكميه الاولى قيس ما غطيته. غادي نخلي لكم التصوير بالبطيء وتبقوا تشوفوا فيه كي راه يشرب في هذاك السميد. هنا تعرفوا باللي القلب اللوز تاعكم ولا الشاميه تاعكم راهي ناجحه 100%. شوفوا كيفاش شربت ما شاء الله. نجي هنا نعاود نسقيها شويه قيس ما نغطيها. غادي نجي دروك نديرها في الفرن هذاك اللي طفيناه اللي كنا دايرين فيه الشاميه تاعنا، نرجعوها فيه ونخلوها حوالي ربع ساعه 20 دقيقه. غادي نرقو داك السيرو تاعنا كاع شرب، نعاودو نخرجوها. شوفوا هنا ونعاود نسقيها. مي شوفوا الكميه اللي خليتها انا تاع السيرو ما درتهش كاع صاي. لو فات اللي تشوفي الشاميه تاعك تغطت بهذاك السيرو سي بون، نحبسوا لها ما نزيدولاش، راه شرب الكميه الكافيه. وهنا نخلوه يعني على الأقل 5 سوايع 6 سوايع يريح باش تجي تقدميه. صراحة أنا خليته 10 سوايع. وشوفوا لي النتيجة. شوفوا هنا قلعت لكم شوية من الحواف تاعه. وشوفوا هنا كيفاش قدمته في الصحن التقديم. شوفوا لا كويسون تاعه، لا كولور، الطراوة، معسل حتى للقلب وما جاش حلو. وكما العادة ما تنسوش تشتركوا في القناة ومع السلامة.